ايام ولا صدر اي شيء يعني يبين ان هذا المذيع كان مخطئ او تجاوز، معناته ان هذا ماخذ بس بالحاله ابو عبد الله تدعو الى قمع حريه الراي. حريه الراي هذا جهاز رسمي ما يخالف، هذا زين اذا حريه راي خلونا نطلع في هالجهاز نتكلم، هم قامعين الراي فيه، هذا جهاز رايح خط واحد داش بالطوفه، كله جهاز رسمي ما له ما انا. اوكي زين، فبالتالي اذا هم فعلا عندهم حريه راي خلوا المعارضه تطلع انت شنو في تلفزيون الكويت. ايضا ما هو نقدك يعني لما صارت قضيه التغريده اللي اثارت جدل من نائب سابق مبارك الوعلان ضد مجلس الامه، واتخذ عليها قرار مكتب المجلس بمقاضاة من يتم يعني خاصة تعدي الشتم يعني المجلس، مو قالوا احنا مو قصد الانتقاد، احنا قصدنا اللي يشتم المجلس، ليش ما استنكرتوا انتم يعني هذا الكلام؟ لا شوف، يعني خليني اقول لك شغله، اي خطا احنا نستنكره ولا ندافع انسان من اخواننا النواب. يعني تستنكر كلام مبارك الوعلان؟ طبعا اي كلام خطا انا ضده، سواء من مبارك او من غيره، ما في شك، ومبارك اعتقد سحبها ويعني ما اصر عليها. يعني هم يقولون احنا اللي يتكلم عن مجلس الامه، اصلا مجلس الامه يعني ما ادري يفتهمون بالقانون ولا لا، مجلس الامه ما له كيانه، يعني كيان عام، يعني لو تتكلم عليه ليل نهار روح اشتك اذا حد شكاك، خرابيط. اذا حد تكلم عن يعني نائب بعينه هذا القانون يكفل له الحق، ما يحتاج مكتب المجلس يسوي لنا هالافلام هذه وان احنا بيخرع هذه رساله المجلس. يعني ليه انتم ترعبون يعني الناس ترى ما تكلمت من فراغ، الناس تكلمت من كبت فيها، الناس تكلمت من قاعد يشوفون تخلف وتردي زين في كل مجالاتها، فالناس لما تتكلم احنا ما نأيد الكلام الغلط ولا نأيد البذاءة، بالعكس احنا ضدها وبقوه، لكن انا اتكلم عن الاطار العام. الناس قاعده تتكلم يا اخ علي، الناس مضغوطه ما تبيهم يتكلمون، او لا هم يبونهم يتكلمون. شوف لو تكلم الحين الاخ اللي تكلم هذا يخالف قانون المرئي والمسموع، لما يتكلم عن شخص بعينه ويعني يسفه او يسفه زين، هذا ما في شك حسب قانون المرئي والمسموع مخالف. اوكي، هل راح يحولون النيابه؟ عد انا وزير الاعلام. وزير الاعلام هذا شغله بس على المعارضه. عن منو؟ لا بس عن منو تتكلم انت؟ اتكلم عن البرنامج اللي تم. تبي يحولونه، شلون يحولونه؟ لا انا ما انا ضد التحويل، لكن اتكلم عن معايير مزدوجه. زين، لو انا الحين تكلمت عن اي شخص في اي محطه فضائيه يحلون النيابه مباشره، لان يقول لك مخالف لقانون المرئي والمسموع. هل راح يطبق ايضا على اللي يتكلمون على المعارضه وعلى اطراف ثانيه هم يبونهم؟ لا ما يتكلمون، حتى القوانين يطبقونها بانتقائيه، وخاصه الاخ هذا وزير الاعلام هذا ما شاء الله يعني هذا ما عنده جبله الا على المعارضه، يلحقهم بجميع القنوات، ولو يكحون كحه يحولهم محاكم، والاطراف الثانيين يسبون ويشتمون ويطعنون. نتيجه اللي شتم يعني يحولكم، مو تحويل. لا ابدا والله ولا شتم، احنا محولين بكلها بقضايا راي مطلق، واتحداه ان نشتم، ونحاول ان شاء الله نشتم، وان شاء الله مستوانا اعلى بان نشتم، كلنا محولين على قضايا راي مطلق، يلاحقنا ملاحقات يمكن فارس لنا ناس ما شاء الله وزير الاعلام هذا المتطور، ويخلي جهازه الرسمي ومذيعينه يتكلمون على. انا ترى انا يمكن طالبت قلت ان رئيس اتحاد مسؤول ويتحمل مسؤوليه الخساره وهو اتحاده، انا ما دافع عن رئيس اتحاد، لكن اتكلم عن مبدا. انت جهاز رسمي تخلي مذيعينك يطبون بخلق الله؟ أوكي. ما يصير. لا انت تكلمت ايضا في قضيه اخرى في تويتر لما تكلمت ان مجلس الامه على رئيس المجلس ان عقد مؤتمر صحفي ردا على تغريده مغرد. عاده المجلس المؤتمرات الصحفيه تصير يوم الاحد. نعم. ورئيس المجلس يوم الاحد طلع وردا على سؤال، يعني ليش انت وصفته مؤتمر صحفي ردا على تغريده مثلا؟ هو فعلا المؤتمر انعقد هذا دوري بشكل عادي ماشي. طيب لو كونه يرد على يعني في النهايه هذه تغريده، وصاحب التغريده لك مستعار، يعني ما هو شخص معروف يعني زين، ايش حقه يعني يرد؟ هذا ترى يعني شوف رئيس مجلس الامه يبقى يعني اذا كان يعتقدون ان المناصب لها كيانات، ايضا ما يصدر عن رئيس مجلس الامه ايضا لابد وهو يعمل لهذا الكيان قيمته، اساس الناس تعمل له قيمه. رئيس مجلس الامه كل كلمه يقولها محاسب عليها، حتى لو سالوك الصحفيين انت مجبر ترد. انا قاعد رئيس مجلس الامه ارد على تغريده ومن انك مستعار، ماني مجبر، ولا انا مجبر ارد على كل مغرد. ترد على ما ورد في التغريده من خبر في حل او لا يقولوا له في حل يرد، لكن هو اذا كان قبلها بليله كاتب المغرد ورد عليه. انا اقصد رئيس مجلس الامه لازم يحفظ يعني تصريحاته، وحتى ما يرد بتغريدات
امس راد يصف واحد من اخوان النواب يسميه مسيلمه، شو السالفه؟ وين قاعدين؟ لان اخو تحرش فيه. ما يخالف، هو في النهايه هذا مواطن عادي. انت رئيس سلطه، غير غلط عليك، انت دائما تقول غلط، روح اشتك، صح لو مو صح؟ غلط عليك روح اشتك عليه، لكن ما ترد الاساءه بالاساءه. في النهايه انت لما تكون رئيس سلطه ترى تصريحاتك تنقل في العالم كله، صح لو مو صح؟ فبالتالي اي اساءه تصدر منك تسيء للشعب كله، لانك انت على الاقل قدام العالم انت رئيس السلطه التشريعيه ورئيس مجلس الشعب او الامه، فبالتالي لازم تحفظ نفسك، ما تستفز بهالطريقه، ما لازم انت تنساق بهذا، حتى لو غلطوا عليك، اذا قالت عليك بالاسم مو بالتعريض تقدر تشتكي عليه.